يعتبر البريد التونسي أهم مؤسسة مالية في تونس نظراً للخدمات الكبيرة اللي قدم فيها للمواطن. كون الشبكة التجارية للبريد التونسي من أكثر من 1180 هيكل تجاري مقسمة كالآتي: 1014 مكتب بريد، 62 وكالة بريد سريع وطرق بريدية، 63 مركز توزيع. 92% من الشبكة هذه مجهزة بالإعلامية، ومشروعنا إن شاء الله باش تولي 100% مجهزة بالإعلامية إلى موافقة سنة 2017. وعندنا جهات اللي النسبة هذه وصلتها على غرار توزر ومدني. عندنا 220 دار، واحنا بصدد تركيز على في كامل تراب الجمهورية 100 داب كل سنة لمدة 5 سنين ابتداء من سنة 2017. ونظراً لكثرة الخدمات هذه ورغم الحلول اللي يوفرها البريد التونسي للمواطن، تبقى مكاتب البريد هي الحل باش يقضي أموره. الشيء اللي خلق مشكلة كبيرة في مكاتب البريد وهي مدة الانتظار. البريد التونسي يستعمل فيه خدمات اللي فيها التكنولوجيات الحديثة واللي فيها قيمة مضافة، وهذا كله علاش؟ على خاطر احنا عندنا أكثر من 200 ألف حريف أو مواطن يزورونا يوميا في مكاتب البريد. تو كالكول فيه نجم تكون أكثر من 50 مليون مواطن يزوروا مكاتب البريد في السنة. قدام الصعوبات هذه وباش يلقى البريد التونسي الحل للمواطن، طور من الخدمات نتاعو وقدم حلول، منها اللي على الويب كما فاتورانات لتستخلص الفواتير، ومنها الحلول اللي على الموبيل. تعرفوا باللي وقت المواطنين والحرفاء بتاعنا ثمين، خممنا في حلول أخرى على غرار المنظومة الذكية للتصرف الطوابير. المنظومة الذكية للتصرف الطوابير هذه باش يكون لها وقع كبير على امتصاص وقت الانتظار داخل مكاتب البريد أبارتير من السمارت فون، باش ينجم الحريف نتاعنا يتعرف على الاكتظاظ موجود مكاتب البريد اللي قريب. بدينا المشروع هذا في التجربة الأولى 120 مكتب بريد، 50% منهم فونكسيونيل وقت الحال، وإن شاء الله باش نعموه على كامل مكاتب البريد كاملة النشاط. وبالنسبة للمواطنين اللي حبذوا مكاتب البريد، قدم البريد التونسي الحل واللي يتمثل في ابليكاسيون جديدة اسمها Post.tn. أما شنو Post.tn هذه؟ Post.tn هي ابليكاسيون موجودة غراتويتمون تاع الاندرويد والاي او اس، وتمكنك من انك تعرف لو نيفو دونكومبرومون في اي مكتب بريد في تونس وبصفة وقتية ومدة الانتظار وحالة الإذاب. أما كيفاش؟ الابليكاسيون تيان بون بوست باش تمكن المواطن التونسي من الحصول على قائمة بمكاتب البريد المتواجدة حوله. يعني الابليكاسيون باش تاخذ البوزيسيون جي بي اس نتاع المواطن وباش تعطيه خريطة جوجل ماب يلقى عليها مواقع نتاع مكاتب البريد. مواطن جاتو ماندا باش يمشي يستخلصها من مكتب بريد، باغ اكزومبل بالفيدار. بعد ما يتيليشارجي لابليكاسيون على سمارت فون نتاعو، يحل لابليكاسيون، يمشي للمنيو، يختار ريزو بوستال، يلقى روحو قدام ماب فيها لي بيرو الكل نتاع البريد، يختار اقرب مكتب بريد بحذاه، وهنا عنا كيف ينزل على الايكون نتاع البيرو بالفيدار، يلقى قدامه توت لي زانفورماسيون ريلاتيف ا سو بيرو، من توقيت، كود بوستال، رقم التليفون وحتى اسم رئيس المكتب. الاهم من هذا انه تلقى اون ايكون فيها لو نيفو دونكومبرومون، يعني كان معبي المكتب والا لا، كيف تنزل عليها تلقى اخر نمرو قصد واخر نمرو سيرفي. اضافه للموقع الجغرافي للمكتب البريد، الابليكاسيون باش تعطيه معلومه حتى على حاله الصف. يعني المكتب البريد اللي باش يكون مش معبي باش يكون ملون باللون الاخضر، اذا كانوا متوسط معناها مش معبي برشا باش يكون باللون اورانجي، واذا كان انا المكتب البريد مزدحم فاللون باش يكون لون احمر. وهذا كما قلت بالرجوع الى الخريطه جوجل ماب. وهذا مثال في مكتب البريد التونسي متاع محمد الخامس وين جربنا الابليكاسيون. كذلك الابليكاسيون تنجم تعطيك مواقع لداب دو لا بوست تونيزيان، يعني تحل ابليكاسيون تشوف الخريطه فيها لداب دو لا بوست تونيزيان وليتا دو فونكسيونمون نتاعهم اون سيرفيس ولا او سيرفيس، وهكا تنجم قبل ما تمشي للداب تثبت منه يخدم ولا لا.